قبل ما ابدا حلقه النهارده، في حد فيكم سمع عن الاصوات الصيفيه قبل كده؟ مفيش. طيب، في حد فيكم سمع عن الاصوات الشتويه قبل كده؟ مفيش. ايه اللي بتقوله ياسمين عز ده؟ تعالوا نسمع. في أصوات شتوية وأصوات صيفية. على الطلاق، انا اول مره اسمع الكلام ده منك. كمل يا غاليه كمل. أنا صوتي شتوي. انتي صوتك شتوي؟ انتي صوتك عسل والله. والله صوتك عسل يا اختي. تسألوني دلوقتي وإيه النوع الأحلى، الصوت الشتوي ولا الصوت الصيفي؟ صح يا ياسمين، احنا نسينا نسألك يا ياسمين، ايه الصوت الأحلى؟ الصوت الصيفي ولا الصوت الشتوي الأحلى؟ قولي لنا يا ياسمين، قولي يا حبيبتي قولي، سامعينك والله. إن طبعا خامة الصوت الشتوي هي الأحلى. قولي لي ليه؟ أقول لك ليه. مش بس لأنه دافي وناعم، ولكن ناعم ودافي وايه وسهتان. طيب. لأنك أول ما بتحبي أو تتخطبي بتستعمليه وتحولي صوتك في جزء من الثانية مع خطيبك في التليفون. ناعم ودافي، نايمان، سهتان، باتمان، سوبرمان. اهبدي براحتك، اهبدي يا ياسمين اهبدي، ما طول ما انت ليكم متابعين هنفضل احنا لابسين كلاسين. للصوت الشتوي تقولي له: ألو أحمد، إزيك عامل إيه؟ ألو أحمد، كلت ولا إيه؟ الو ازيك يا احمد عامل ايه؟ الو ازيك يا احمد كلت ولا ايه؟ الو مباحث الاداب، لو سمحت شوفوا لنا احمد ده. لموا لنا اي احمد في البلد، لموا لنا الاحمدات كلها يا فندم، عشان ياسمين عز قاعده تهبد والموضوع كبر منها وسع على الاخر يعني. والله قاعده تهبد من الصبح. شوفوا لنا احمد كل ولا ايه؟ قال له ازيك يا احمد عامل ايه؟ شوفوا لنا بقى احمد مين بقى وشوفوا انتوا اللي لازم اعملوه. ابعدوا لنا على اي حد اسمه احمد في البلد. بعد اذنك يا فندم، شكرا يا فندم شكرا. كمل يا ياسمين كمل يا ماما، كمل يا مهللتك زي الفل النهارده والله كمل. بالتالي بيكون عالي وحاد وما بيفصلش. طب ايه اللي دخل الحب في الخطوبة في الصيف في الشتاء في الأصوات؟ ايه الولية دي؟ أنا الحالك دايما بس وغيظني إنها بتتكلم بجدية، يعني أنت فاهم، واخد الموضوع بجدية، يعني كأنها بتحكي، كأنها اكتشفت الذرة. اهبدي يا ياسمين اهبدي يا ماما معاك أنا سامعك أهو اهبدي. فبالتالي بيكون عالي وحاد وما بيفصلش. ده الشكمان يا ياسمين. الشكمان عالي وحاد وما بيفصلش. الشكمان افصل انت يا ياسمين. افصل انت عشان خاطر يا ياسمين، ما تهبديش. كفاياك يا ياسمين عند المرارة والله. عند المرارة يا ماما والله. كفاية كده النهاردة، كفاية كده النهاردة يا ياسمين، عشان ورانا شغل الصبح يا ماما، مش طالبة هبد في آخر اليوم. سلام عليكم.